صباحكم فل ومساكم احلى. طبعا احنا كلنا عارفين دلوقتي ان احنا دلوقتي في افضل واهم اشد واخطر المراحل والفترات في ثانويه عامه، فتره من شهر 3 لشهر 5 و6 لحد الامتحانات. الفتره ديت احنا عارفين ان هي مهمه جدا ومفيده وبقدر الامكان هتفرق في حياتك جدا. فدلوقتي هنتكلم في موضوع مهم جدا، وهي احنا ازاي هنمشي في الفتره دي. في ناس دلوقتي واقعه منها حاجات، في ناس فايته منها حاجات، في ناس كانت بادئه من اول وبتتعب دلوقتي. في حاجات كتير بتحصل دلوقتي لازم نتخلص منها، ولازم نبداها بجد، ولازم نتصرف في الموضوع ده. هنمشي ازاي؟ فاحنا دلوقتي في اهم وافضل فترات السنه على الإطلاق، وأخطرهم لعلاج وتصليح وتعديل مذاكرتك ونفسك الوقت الحالي، وهي الفترة من شهر 3 إلى قبل الامتحانات أو إلى الامتحانات. ما كنتش بدأت خالص مذاكرة من أول السنة، فهي دي الفترة المثلى والفضلى والأهم. الفترة الجاية ديت لو أنت اجتهدت وانتظمت وشديت على نفسك ووثقت من نفسك هتوصل وهتحقق كل اللي نفسك فيه، واللي أنت عايزه هتجيبه. ابدأ هتلحق والله لا تلحق. بس خد بالك قوي من نقطة مهمة جدا، وهي انك لازم تبدأ دلوقتي، ما تأخرش حتى يوم. الثانية من دلوقتي هتفرق معاك وهتتصعب عليك فيما بعد. فدلوقتي خد الخطوة وابتدي، وخلي دلوقتي قدامك ان انت هتسمع الفيديو ده وهتسمع النصايح اللي انا هقولها لك وازاي تبتدي بيها وتمشي بيها، وعلى طول هتروح تنفذ وتكمل تحط قدامك خطة ممنهجة عشان تلم بيها اللي فاتك وتجيب الجديد وتمشي في طريقك وربنا يوفقك فيها. وهنتكلم في عناصر كده ممنهجة تحت بعضيها، خلي بالك وركز معايا كويس قوي عشان مفيد جدا ليك. حتى لو انت كنت بادئ برضو من اول السنة وبتذاكر وما شاء الله مجتهد جدا، فبرضو الكلام ده مفيد ليك. اول نقطة معانا وهي انك تبعد عن المشتتات ايا كانت نوعها. المشتتات دي زي ايه؟ انت ذات نفسك عارف هو ايه اللي بيشتتك عن المذاكرة، لان كل واحد ليه خطة وليه ظروفه اللي بيمر بيها وعايش بيها مختلفة عن كل واحد تاني ومختلفة عن كل الناس. عشان كده لازم تحدد كل مشتتاتك ايا كان نوعها، وتبدأ تشتغل عليها وتركز في اللي جاي، وتبعد اي حاجة ممكن تشغلك عن طريقك وعن وصولك لهدفك وعن تحقيقك لهدفك ومكانتك قدام الناس، وكمان تفرح اهلك اللي تعبوا معاك من اول السنة. فمثلا واحد، الناس اللي بتعمل لك دوشة في المكان وانت بتذاكر، اتخلص منهم دلوقتي وحالا. انت دلوقتي بتحدد مصيرك بنفسك، انت دلوقتي فاضل اشهر معينة هتبني عليها حياتك كلها الجاية، كمان هتحقق فيها اللي انت كنت مخطط له من ساعة ما اتولدت لحد دلوقتي. فركز قوي في النقطة دي. المكان اللي قدامك مش مناسب، ترابيزتك مش مناسبة ليك، كرسي بيزيق عامل مشكلة معايا، إضاءة مفيش إضاءة كويسة عشان تذاكر وتكون مرتاح نفسيا وانت بتذاكر. أهم حاجة النفسية يا جماعة، أهم حاجة تكون وانت بتذاكر كده عندك روح المذاكرة، الروح الحلوة دي بقى اللي بتنبعث منك. أكيد في ناس دلوقتي هتقول لي إن أنا ساعات بذاكر ببقى متضايق. لا، النفسية انت بتذاكر دلوقتي، لا انا ان شاء الله حاجه انا عايزها وهكون فرحان بيها قوي وهفرح بيها اهلي، لا انا هذاكر فعلا بنفس. لا، كمان حاجه عشان تذاكر بنفس ان انت مداوم ومنتظم في المذاكره، بتلاقي نفسك ان انت دي بقت روتين يومي انت ماشي عليه. فلو ما تعملش، لا انت حاسس ان في حاجه ناقصاك، انت مش كامل. لا اليوم ده بصراحه ملخبط معايا. فهي دي النفسيه. انت كده يعني انت بتحقق خطه وحاجه ممنهجه جدا ومفيده قوي 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 في طريقك للمذاكره، وهتشد معاك قوي، هتفرق قوي. النفسيه وانت بتذاكر لازم أن تكون زي الفل. كمان عشان المشتتات دي ما تجيلكش وانت بتذاكر، فحاول بقدر الامكان انك توفر لنفسك كل حاجه وانت قاعد بتذاكر. كل حاجه تكون متوفره قدامك، من كشكول ماده، من قلم، كتب معينه كده. مثلا انت بتذاكر فيزياء او بتذاكر كيمياء، او لو انت في ادبي فلسفه او علم نفس او جغرافيا. بالمناسبه انا بدرس جغرافيا. تقوم بس على وقت الصلوات والوقت اللي انت محدده لنفسك انت بتقوم عليه ومنتظم عليه، عشان مش هتضيع وقت تاني. مفيش وقت عشان تضيع. فالتضييع والحاجات دي كانت في اول الشهور اللي فاتت دي، فانت دلوقتي داخل على مرحله صعبه، فلازم ولابد انك ما تضيعش ثانيه واحده من عمرك في حاجه مش مفيده. ذاكر واستغل كل ده. الحاجه التانيه معانا النهارده وهي ان انت لازم تحافظ على نجاحك، وديت مخصصة قوي قوي دلوقتي للطلاب اللي كانوا بادئين من اول السنة وكانوا ما شاء الله مجتهدين جدا. فركز قوي في الجملة ديت، لازم تحافظ على نجاحك عشان الناس بتقع دلوقتي اللي بادئين طحن من اول السنة. انا ما شاء الله يعني مش بحسدكم، انتوا بادئين طحن ايوه فعلا، وكمان مجتهدين وبشجعكم قوي على ده. فعشان انت تقدر تكمل، وربنا طبعا مش هيضيع تعبك، عشان تكمل بنفس الامكانيه دي تخلي قدامك هدفك. المفروض انت عندك دلوقتي التارجت بتاعك يعلى مش يقل. في ناس دلوقتي بتقل وكتير، والاغلب بيقل اللي كانوا بادئين طحن، في ناس لا. فانا بشجعكم جدا وبفكركم بالنقطه دي، ان الله لا يضيع اجر من احسن عمله. وكمان الناس اللي هم لسه ما بداوش وهيبداوا دلوقتي، اكيد يعني الجماعه دول بيبقى ليهم الاولويه شويه، فانت
انت كمان ليك الاولويه، انك لو بدات دلوقتي ربنا مش هيضيع تعبك. انت ممكن يكون عندك الملكه عندك بتاع الفهم، تجيب وتعدي وتنجز اكتر في وقت قليل اكتر من التانيين، وتجيبهم وتلحقهم وتعديهم. فما تقلقش والله ما تقلق. فعشان كده انا بقول لك حافظ على نجاحك، لانه صعب جدا، صعب قوي تحافظ على نجاحك. بس من السهل ان انت ممكن تطلع كده فلتة كده وما تثبتش في مكانك، تلاقي نفسك ثاني سنه وقعت او كده. فلازما تحافظ على نجاحك وتستمر فيه. فركز قوي في النقطه دي. النقطه الثالثه، تيقن ان الله لا يضيع اجر من احسن عملا، وان ربك معاك ومش هيخذلك ابدا. قرب قوي من ربنا الفتره الجايه ديت، وحاول بقدر الامكان انك تدوس على نفسك، ما تملش، وخلي قدامك انك هتفرح اهلك من غير توتر ومن غير اي مشتت او اي حاجه ممكن تقلقك او ترجعك تاني للنقطه اللي انت بدأت فيها الحماس والقوه والعزيمه انك تكمل. ترجع تاني، لا ما تقولش ان انا يا نهار ابيض لو انا ما حققتش او ما فرحتش اهلي. لا، ابعدها خالص عنك دلوقتي وقول لها لا انا هحقق وهعافر وهكمل عشان هوصل. ايوه انا هوصل، وباذن الله هتوصل، ما تقلقش والله. لو ربنا لا يوفقك ويكون معاك وهتوصل.